مش شرط انت تبقى عامل موقف عشان كل ما تقابله تسد نفسه. الحياة مش كده. هو موضوع كده في دماغه بالصدفة كده، مش عارف هو ممكن يحصل مع ناس ولا ما يحصلش، وارد حدوثه من عدمه برضو، انا مش عارف، بس في ناس كده. السلام عليكم، كل عام وانتم طيبين. موقف جه في دماغي كده بالصدفة البحتة جدا، ممكن يحصل مع اي حد، وارد. ايه هو الموقف؟ جميل جدا ان انت تقف مع واحد في موقف ما وتعمل معاه حركة معينة او منتج جدعنة معينة، وجميل جدا ان انت تقف معاه في موقف بيمر بيه، وجميل جدا ان انت تبقى جدع معاه. وبعض المواقف ما بينساش الا ناكر الجميل، وفي ناس بتشيلها جميلة الناس مدى الحياة. بس مش معنى كده ان انت كل ما تشوفه تفكره بالموقف، مش معنى كده ان انت كل ما تشوف خلقته تقول له فاكر انا لما عملت لك كذا، فاكر لولا ما انا وقفت جنبك في الموقف الفلاني كان حصل لك 1 2 3 4، شفت لو انا لو ما عملتش معاك كذا كان زمانك مش عارف ايه. بيكرهوا ان هو اصلا قصدك في الموضوع ده من الاساس، وممكن ما تقولش، ممكن تبقى بصة معينة، ممكن يبقى حركة معينة بتفكروا بها برضه. مش شرط ان انت تقول له، مش شرط ان انت تقول له ده انا عملت لك 1 2، بتبص له كده بتعمل له حركة قدام حد معين، حركة قدام الناس، إيماءة معينة، تكرهه ان هو طلب منك الموضوع ده من الاساس اصلا. في ناس مش فارقه معاها الحاجات اللي انا بقولها دي، مصلحته خلصت ويقول اللي يقوله، وايه يعني، مش فارقه معاهم، جبلات زي ما بنقول كده، لا مؤاخذه اسف يعني. وفي ناس بتحسب كل كلمه، كل جمله، كل موقف بتفسير المعامله او التعامل اللي بيحصل. في ناس بتقرا اللي بين الخطوط، اللي بين السطور زي ما بيقولوا. في ناس ممكن انت مش قاصد، بس يجي موقف مع موقف يفسروه بمزاجهم، وعنده حق. ما تعملوها من الاول لله. اي حاجه انت تعملها موقف خالص مع اي حد، منتج جدعنا مع اي حد، تقف معاه في اي حاجه، ما تخلوها في الاساس لله. يعني مثلا ايه موقف زي مثلا واحد قصدك في فلوس سلف، في مشوار تروح معاه بعربيه، في مصلحه انت مش طايق تروحها، هو في الحته هناك وقعت تعملها له، طب ابقى والنبي روح اعمل لي كذا، تقوم انت مقابله تقول له ايه فاكر لو انت ما ايه يعني، مش فاهمها برضه. ما بيقولوا الناس لبعضها، وانت النهارده موقف وده موقف، طب الدنيا بتخليه ندم ان هو قصدك في التصرف الفلاني. بتخلوها من الاساس زي ما احنا بنقول كده لله. مش شرط انت تبقى عامل موقف عشان كل ما تقابله تسد نفسه. الحياة مش كده. هو موضوع كده في دماغه بالصدفة كده، مش عارف هو ممكن يحصل مع ناس ولا ما يحصلش، وارد حدوثه من عدمه برضو، انا مش عارف، بس في ناس كده. في ناس معينة بتتعمد تعمل مع حد حاجة معينة عشان تترسم بيها، وفي ناس مش فارقة معاها تترسم عليها ما تترسمش عليها، مش فارقة، أهم حاجة مصلحتها خلصت. بس في ناس برضو لازالت عندها دم. سلام عليكم.